ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تريكات فوتوشوب. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تشغل فوتوشوب باسرع طريقه تكون عندك، يعني من غير ما يعلق، من غير ما تلاقي الجهاز بقى فيه لاج ومش عارف يشتغل كويس، وتلاقي الجهاز كل شويه كل ما تعمل حاجه بيهنج وساعات بيقفل خالص. هتعمل اللي هو يقفل قدامك يعني من غير ما تسيب اصلا بتلاقيه قفل. أم، عندي ولاد ترجع لاسباب كتير. اولا قبل اي حاجه لازم تكون متاكد ان انت بتمسح الملفات التمب بتاعه الجهاز بتاعك. في ثلاث اكواد بيتكتبوا في الرن. لما تيجي تدوس ويندوز ار بيطلع عندك في قائمه بتاعه الرن دي، بيكون في اهم ثلاث حاجات عندك لازم تمسحهم: البريفetch والبرسنتج قبل وبعد تمب والتمب. دول تلات ملفات بتفتحهم بتعمل شيفت ديليت لكل الملفات. متقلقش، كده كده الملفات دي يعني زي الملفات المؤقته موجوده في اي تليفون، في اي برنامج، قصدي في اي كمبيوتر، في اي حاجه بيكون لها ملفات مؤقته زي اي برنامج بيعمل ملفات مؤقته برضه. هتيجي تمسحها دي بتسرع من الجهاز شويه. فدي اول حاجه تعملها عشان تسرع الجهاز ذات نفسه، مش الفوتوشوب، ده بجانب الجهاز. طب بالنسبه للفوتوشوب هعمل ايه؟ بعد ما تفتح الفوتوشوب هتروح على قائمه edit وتفتح performance، وهتيجي عند حاجه اسمها preference على performance. القائمه دي بيكون موجود فيها استخدام الرام بتاعك. وخد بالك النقطه دي مهمه جدا، ان انت ما ينفعش تحط اعلى رقم وخلاص ولا تحط اقل رقم. النقطة دي لازم تكون نقطة فيها توازن شوية ما بين الفوتوشوب ذات نفسه وما بين البرامج التانية. لأن أنا لو زودت الفوتوشوب اللي اديته كل الرامات بتاعت الجهاز، لو أنت جيت فتحت أي برنامج تاني أو أي حاجة تانية على الفوتوشوب الجهاز كله هيعلق. أنت أنت موجه الرام كلها تشتغل على الفوتوشوب بس. ولو حصل العكس فالفوتوشوب برضه اللي هيعلق. هو أنا بيكون مديك أصلا في كل حاجة، بيكون مديك الرينج بتاعك عامل إزاي. أنا مثلا هنا عندي مثلا، هو بيقول لي الافيلبل رام 12000 مثلا. الرينج بتاعك هيكون من 6000 ل 8000. انا هحط 8000 6800 يعني حاجه في الرينج ده، عشان انا بطبيعه شغلي بكون محتاج ان انا افتح فوتوشوب بجنبيه برامج تانية، سواء بقى مايكروسوفت ايدج، سواء بقى السبوتيفاي، سواء الديسكورد، سواء ايا كان من الحاجات دي، التليجرام، الحاجات دي كلها برضه بتسحب من الرام. فلازم تكون عامل حساب البرامج التانية. فدي اول نقطه، ده تحط موضع للرام يكون رينج كويس. تاني نقطه السكراتش ديسك. سكراتش ديسك الفوتوشوب بطبعه اي حاجه انت تعملها، اي لايرز بتتعمل بتكون محتاجه مساحه تلقائيه قبلها، محتاجه مكان يخش بالبلدي كده، يخش يبرطع فيه، مش لسه يحسب هو فاضل له قد ايه. فانت في البدايه خالص ما ينفعش تكون حاطط السكراتش ديسك بتاعك في السي. انت شايف عندك السي دلوقتي 13 جيجا، مش هيستحمل اطلاقا. انت لو جيت عملت بروجكت اقل الحاجه اللي فيه، عملت 5 3 4 ايا كان سمارت اوبجكت، خلاص البرنامج هيقف. فحاول دايما تحط السكراتش ديسك في حاجه تكون مساحته كبيره. انا حاطه هنا عندي هنا في الدي اللي هو فيه 600 جيجا فاضيين، فهو كده مش هيحصل اي مشكله فيه وهيشتغل بسرعه معاك. طيب، اخر اهم نقطه فيهم تبقى فعلا مهمه. تيجي على كلمه اديت هتلاقي حاجه اسمها بير. هنا لو موجوده معاك الاول دي بتدوس عليها عشان تمسح كل حاجه. دي بتمسح كل حاجه من حيث ايه؟ زي ما احنا في الاول مسحنا الملفات المؤقته بتاعت الجهاز عامه، دي تمسح الملفات المؤقته بتاعت الفوتوشوب. اي ملفات تبقى موجوده في اوبن ريسنت دي كلها بتكون برضو واخده مساحه من الفوتوشوب، فممكن تعلقه شويه. فلو انت جهازك متوسط او يعني بيشغل الفوتوشوب بالعافيه، يعني يستحسن انت تمسح الحاجات دي كلها عشان تاخد افضل كواليتي تشغل البرنامج معاك كويس. بس كده، ده كان فيديو كده سريع في اللذيذ كده منه. احتجت اي سؤال عن اي حاجه انا معاك على اي طرق تواصل اجتماعي، تقدر تتواصل معايا وتبعت لي اسئله اللي انت عايزها، رد عليك في اقرب وقت. اشوفك الفيديو اللي جاي.